ناس يا جماعة، اتكلمت معاهم عن الغضب وازاي نخلق الهدوء في وقت الغضب، وسمعت ردود كتيرة اخترت منهم 3 بصراحة مؤثرين جدا، وأثروا فيا أنا شخصيا، استفدت منهم قوي وحبيت أشاركهم معاكم عشان كده. أول واحد شخص جميل جدا قال لي يعني زمان كانوا البشر بيعيبوا في الرسل والأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهم موتين نفسهم عشان يوصلوا لنا رسالة السلام في التعامل بيننا وبين بعض. فانتي مش عايزة دلوقتي 2 يكونوا غضبانين من بعض، واحد الموضوع ما ظبطش على مزاجه والتاني مش عارفة ايه ما جاش على هواه، فيقعدوا ساكتين كده من غير ما يعيبوا في بعض. طيب، حاجة عميقة جدا تستدعي ان احنا فعلا نفكر ونتدبر. طيب، وتاني شخص حد جميل جدا قال لي بصي هقولك على حاجة، افرضي مثلا انا دلوقتي جه حد نصب عليا في فلوس وانا اتعصبت واتشلت واتحط شلت واتحطيت كده واتنرفزت وكل حاجة. قال لي بس هقولك بقى عن تجربة، الحقوق كده كده بترجع. قال لي يعني مثلا انا لما بشوف ان انا في وقت عييت فيه وخفيت من غير ما اروح للدكتور اكشف، فما دفعتش فلوس زيادة عن اللي ضاعت مني، انا شايف ان انا ممكن يكون كده ربنا ردلي حقي بشكل اخر غير اللي الناس ممكن تكون قاعدة مستنياه، اللي هو تقول ما هو انا اتنصب عليا في فلوس يبقى لازم حقي يرجع لي في شكل فلوس برضو. طيب، وشخصية تالتة جميلة جدا قالت لي انه انا في وقت الغضب بحاول اشوف الشخص اللي قدامي ان احنا الاتنين شبه بعض بالظبط، فانا عايزة وعن قرار ان انا اعذره، لانه كل واحد فينا شايل شيلة ومحدش فينا عايش في الدنيا دي من غير هموم. طيب، قد ايه يا جماعة الموضوع ده جميل قوي، وعايزة اقول لكم انه الحاجة اللي كانت موصولة، العامل المشترك بين ال3 شخصيات، انه يمكن هما ال3 اتكلموا في حوارهم معايا عن اليقين بالله سبحانه وتعالى في انه الحقوق كده كده مردودة، والنقطة المهمة كمان انها مش لازم تترد في نفس الشكل اللي اتاخد مننا. فالكلام ده مش معناه ابدا دعوة لان احنا نتنازل عن حقوقنا، ولكن حاجتين، هو دعوة لزيادة اليقين بالله سبحانه وتعالى انه كده كده الحقوق بتترد، بس مش لازم تكون في الشكل اللي احنا قاعدين مستنيين ان هي تترد بيه. وتاني حاجة ان احنا في اوقات الشعور بالغضب، الغضب شعور طبيعي جدا، ولكن التعبير عنه هو اللي محتاج مننا وقفة الاول عشان نفكر هنرد ازاي بطريقة يكون فيها سلام نفسي لينا وللشخص اللي قدامنا.